السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل البانيه القمر اللي قدامكم ده، والكفتة دي من نص من صدر فرخة بس، صدر فرخة بس. طبعا كمية ما شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجه بقى معايا صدر الفرخه، هو انا وزنته لقيته نص كيلو، يعني هو مديني نص كيلو. وطلعت منه بقى العظم زي ما انتم شايفين كده من الظهر، وهبدأ اقطعه علشان انا هفرمه في الكبة. وهيكون معايا كوباية من البرغل المغسولة، وكمان بصلتين. طبعا يعني كل ده هحطه في الكبة وهفرمه مع بعضه، وكمان احط له التوابل بتاعتي اللي انتوا عارفينها. طبعا انا هعمل منه البانيه وهعمل منه كفتة فراخ نفس العجينة. لو عايزين تعملوها بانيه بس تمام، لو عايزين تعملوها كفتة برضو براحتكم. هبدأ احطها في الكبة اهو عشان افرمها فرم جامد جدا، تبقى ناعمة خالص. يعني الطريقة دي جميلة قوي والطعم بتاعها بيطلع تحفة. انا جربتها، يعني عملتها وجربتها ودقت منها كمان، طعمها خرافة، هيعجبكم ان شاء الله. بعد كده احط التوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة من مرقة الدجاج، معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، ومعلقة من البابريكا، وكمان الملح. بقلل الملح شوية عشان انا هتبلها بالفيجيتار يبقى فيه نسبة ملح. وكمان معايا معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة من الفلفل الأسمر أو نص معلقة من الفلفل الأسمر. ولو عايزين تحطوا شطة براحتكم كمان. كده كده الفراخ بتحب التوابل الكتير. بس وكده بقى خلاص انا هبدأ بقى احطها. انا فرمتها كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين، وهي مش باين فيها بقى اي حاجة، ولا برغل ولا بصل ولا اي حاجة، هي كأنها فراخ بس. طبعا زي ما قلت لكم ان الفراخ بتحب التوابل. انا هحط لها كده معلقة من الفيجيتار بس، عشان حاسة انها يعني طرية شوية. غير اللحمة. طبعا اللحمة يعني لو عملتي كفتة مثلا بتحطي بصل وملح وفلفل وخلاص، آم، عشان طعم اللحمة ما يروحش. اما الفراخ لا، بتحب التوابل. بعد كده هجيب اكياس انا مقصقصاه زي ما انتم شايفين، علشان طبعا انا هجمدها في الفريزر، فعايزة بين كل واحدة والتانية ما تلزقش، فهبدأ اعملها في اكياس واحط كده زيت بالفرشة علشان القطعة بتاعت الفراخ بتاعتي ما تلزقش في الكيس. طبعا انا هكورها كلها، وبعد كده افردها في الكيس. ممكن تعمليها كلها بانيه، وممكن تعملي كفتة زي ما انت عايزة. وكمان في التسوية يعني انا الكفتة مثلا ممكن تسويها في الفرن عادي بسمن او زيت زي ما انت عايزة، وممكن في صينية يعني اقصد. وممكن كمان تعمليها ببضاية وفيجيتار او بقسماط كده وتعمليها في الزيت برضو، تبقى كفتة بانيه يعني. كده هبدأ بقى افرد البانيه بتاعي بأي حاجة عندك، ممكن بإيدك برضو عادي يعني هتتفرد معاكي، بس أنا ده أسرع. وأبدأ أحطها كده في الأكياس. هعملهم كلهم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اداني كمية حلوة جدا، والطعم على فكرة حلوة قوي، وكمان تغيير. يعني ما هو مش كله هيبقى مثلا زي ما عملنا الناجتس، مش كله هيبقى مثلا ستريبس كده. فلا يعني نغير. يعني انا برضو هعمل لكم الفراخ الستريبس، بصوا تحفة برضو. فيعني احنا بنحب التغيير، وفي نفس الوقت بيدينا كمية كبيرة بقى. يعني احنا بنشتريها جاهزة بتبقى غالية، لا هي هنا هتبقى ايه، موفرة جدا واقتصادية جدا جدا، وهتديني كمية حلوة. طبعا انتوا بالنص كيلو الصدر ده، يعني لو عملتوه بانيه العادي يديكوا كمية اقل بكتير، كده هتديني كمية حلوة والطعم جميل جدا.
طبعا انا بعمل لكم افكار لانها طلبت مني ان انا اعمل افكار عشان رمضان، وعشان طبعا الغلا اللي موجود. آه، فانا بشوف لكم الحاجات اللي هي المناسبة واللي هي بتدي نتيجة حلوة. طبعا انا كمان هعمل كفتة اهو، هصبعها كفتة. انا بوريكم بقى الفكرة وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. هصبعهم كلهم زي ما انتوا شايفينهم كده، و في التسوية بقى زي ما قلت لكم، لو عايزين تقلوها تمام، عايزين تعملوها في الفرن برضو هيها يعني. طلعت لي الكمية دي من الكفتة. آه، وممكن الكفتة دي نستغنى عنها ونسيبها كلها تبقى بانيه برضو عادي جدا، يعني زي ما انتوا حابين. كده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ومتنسونيش في دعوة حلوة، لو عجبكم الفيديو متنسونيش في دعوة حلوة تدعوا المازن ابني بالرحمة، ان ربنا يرحمه ويغفر له. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.